رجعنا لكم مرة تانية فقرة الأبراج، والنهارده هنتكلم فيها عن الأبراج الصينية. وخلونا مرة تانية نرحب بالناشرة والكاتبة وخبيرة الأبراج هالة عمر. مساء الخير. مساء النور عليكي. مساء النور حلوة التعابين اللي انت لابساها دي. شوية. احنا برج التعبان ولا ايه؟ لا الحنش. لا احنا في برج العنزة. فاكرة زمان الستات كل ما التعابين كانت تبقى أكتر في إيديها كانت تبقى حلوة قوي. كانت حلوة. كانت موضة لطيفة. كانت موضة. وشكلها حلو. مش أي دهب، عيار 24 عشان يبقى فلكسبل. وتلاقي العينين بتاعتهم فصوص الخضرة دي والحمراء وحاجات كده. ايه الأخبار؟ وحشانة والله. وانت كمان يا كله حلو؟ اخبارك ايه؟ بقول لك ايه؟ هو 14 اغسطس الجمعة الجاية؟ مش ده 11 ولا 14 اللي قلت اليوم اللي هيحصل فيه معرفش ايه شقلباظ؟ يوم 11 اغسطس. 11 هو النهارده كام؟ النهارده كام؟ ده النهارده لا بعد بكره. النهارده 8. كوكب جوبيتر هيسيب برج الاسد ويخش برج العذراء. ايوه عندنا بقى. وتعيش يعني بقى ده المفروض يعني احنا قلنا برج العذراء هيتحكم؟ لا هيبقى هابي، هيبقى حاسس بقى، يعني هيبقى عنده مبالغه في كل حاجه. عشان واحنا اساسا مبالغين في كل حاجه. لا لا تضحك عليا. لا هنبقى كده هتبقوا احنا عايزين نتحكم حالتكم النفسيه كويسه، هتبقوا عندكم امل في الحياه، هتبقوا كرامه جدا، هتبقوا كل حاجه فيها اكسبانشن. يعني برج العذراء يا جماعه من الاسبوع الجاي بعدين سنه ويروح البيت المال. فمن السنه من بعد ما يمضي سنه في برج العذراء في بيتك هيروح البيت اللي وراك. عندي في العذراء برج المال. نتغني بقى. وبعدين سنه يروح بيت العمل اليومي. وبعدين سنه يروح بيت الاسره. كنت اتجوزت بقى. لا ما البرج مهما راح مفيش. لا خلينا في بيت المال ده. حلو. كويس. وبيت ايه قلتي البيت؟ البيت الاول ده بيت النفس. تبقى انت هابي فروم انسايد كده من جواك. فيلينج هابي. وتاني سنه بيت المال. وثالث سنه بيت العمل اليومي. ورابع سنه بيت الاسره. وخامس سنه بيت العلاقات. فانت ابتدت دوره كوكب جوبيتر يعني تاخد كل البيوت عندك في العذراء. ده حاجه لطيفه. احنا مش هنتكلم كتير عشان هو كان في الاسد بالنسبه لك البيت ال 12. اوكي عشان احنا الحلقه الجايه هتبقى كلها برج العذراء. برج المذيع بقى بتاع البرنامج فلا مؤاخذه ايه ومخرج البرنامج وبرج بنوتي. خلاص ده سبيشال يعني ريكويست يعني. هتبقى الحلقه بحالها. طيب الابراج الصينيه احنا في برج العنزه. احنا السنه دي في برج العنزه والسنه الجايه ان شاء الله هندخل في برج القرد. والله ده احنا هنتنطط تنطيط. بالعكس بقى ده بيقول لك انا يعني حاجه الجميله اللي ترتبط بافتتاح قناه السويس. شفت الافتتاح طبعا. كان حاجه لطيفه قوي. بيقول لك ان برج الجوت او العنزه او الحمل او الخروف، دي كلها اسماء في كتب كثيره. شخصيه السنه بتجنح الى التفاوض، الى الدبلوماسيه، الى البناء، الى تظبيط الحكايه، الى ترتيب الحركات. العنزه بتتفاوض يعني؟ لانها شخص اللي مولود في السنوات بتاعه برج العنزه ده بيميل جدا الى الحياه بسلام. مش معنى كده انه ضعيف، بس بيتحاشى الغلاسه يعني لحد ما يتحط قدام امر الواقع فيضطر يحارب وينطح بقى وحاجات كده. لكن الحقيقه ان هو حتى دايما يقول لك كل المولودين في سنوات الجود دي عندهم نزعه فنيه قويه جدا. ممكن ما يبقوش منظمين لكنهم بيحبوا عطائين، بيحبوا الاطفال. طب عشان الناس بس تبقى فاهمه سنينها ايه؟ سنين العنزه او الخروف او يعني هنبتدي من اول 2015. اوكي ونرجع 12 سنه ونرجع بقى 12 سنه فتبقى 2003 1991 1979 1967 1955 1943 1931. اوكي كل دول عنزه؟ بتختلف بالعناصر. احنا عنزه خشب. والعنصر بتاعها اللي احنا فيه ده من اكتر العناصر المناسبه للأسوأ واحد عنصر المعدن مع الخروف، لانه بيخليه شويه حاد وعنيف واجريسيف. المائي بيخليه طيب وحنان وكل حاجه بس استغلالي وهكذا.
فالسنه دي احنا خشب، والخشب ده يعني يتصف بقله الكلام، مش رثراث، مش ترثار. رثراث. وبعدين يا سيدي السنه دي عامله زي فيها نوع العالم بيتجه لتدعيم للتجاره، للاهتمام بالبيئه، للاكل الاورجانيك. وانت لو تلاقي كده المجتمعات دلوقتي ابتدى كل واحد يدور على صحته، على التفكير في البحث عن سبل اخرى للطاقه. العالم كله مش ما هو تاثير السنه على الكل. صحيح. لازم التفكير في الاكل والميه والسلام والهايجينز والنار. دي حاجات حلوه قوي، كلها ظريفه قوي. يليها السنه اللي وراها بقى سنه العمل. يا رب كرمنا يا رب. كل الناس لازم تشتغل، كله بيحاول يدور على فرصه، كله بيحاول يحسن من نفسه. السنه دي كله بيحاول يقرب من اهله، بيحاول يخلق دايره السلام حتى على الدايره المغلقه حوالين نفسه، لان هو في حاله توتر، في حاله تنظيمات. وده شكله كده يعني مش وحش، وشكله شايفينه اوريدي يعني. فان شاء الله ربنا يظبطها. يعني قولي لي بقى، احنا عايزين نقول الابراج الصينيه هم ايه؟ الابراج الصينيه عندك ممكن؟ طبعا. اول احنا قلنا ان القصه بتاعتهم ان بوذا بعت يقابل يعني يودع. في ربط بين التعاليم البوذيه الابراج دي. ما هو بوذا ده احد الانبياء اللي لهم، مش الرسل، الانبياء اللي هو نزل ينظم او حدد يعني. هم بقى عملوا له تمثال، هم بقى عملوا حركات كده ملناش دعوه، بس في النهايه هو قال الوصايا العشر بتاعت الحياه المحترمه للانسان للانسانيه. اوكي. انا قريتهم على فكره. مختلفين عن اي ديانات السماويه خالص. ما هو في كثير من الانبياء ربنا بعتهم غير الرسل اللي جايين برساله. خلينا بقى نقول عشان ما يقعدوش يقولوا لنا بنتكلم في الدين ومش عارف ايه. انت عارفه في ناس عندنا في الكتب، ما عندنا في ناس في هنا بقى حاجات. لا بقى اتس تايم ان احنا نتكلم الحاجات العلميه. ما حدش يفتي وما حدش عايز يرد يروح يقرا، لا ما حدش بيقرا، ما انت فاهمه. يا رب يقروا. لا مش هيقرا. انت عايزه اشوف الكتب. ما وعدكيش. ده بقى لنا 5 سنين وفي لك شغلانه ثانيه. بصي احنا امه لا تقرا. لا لازم، واحنا هنيأس يا شريف مش هنيأس. لا لازم يتعلموا، عندنا امل. هم خايفين يتعلموا، في ناس خايفه تتعلم يا هاله. ليه؟ في ناس خايفه مخها تكتشف انها مش فاهمه حاجه. في ناس خايفه مخها يتفتح كده ويبقوا فاهمين. لا دول مرضى دول محتاجين علاج نفسي الاول بعدين نعالج. هم مش حاسين ان هم عندهم علاج، ان هم عندهم مرض نفسي. هيعرف ان شاء الله. طب قولي بقى الصفحه دي. مش كل الناس بتعترف. لا طبعا. يعني الصفحه دي فيها ايه بقى اللي بالكارو دي ولا حاجه. انا كنت كاتبه بوينتس. طب انا عايز اعرف الابراج ايه بتاعتهم، يعني عندها ايه؟ اول برج انا كده في المقدمه دايما والله العظيم. وده مواليد 2008 و1996 و1984 و1972 و1960 و1948. سنه 72 مش هنقل اكتر بقى. يليه الثور. هل في علاقه ان انا اي مكان فيه فار بشم ريحته؟ لا، الفار له الراوث بتاعه له ريحه. شمامه الحاجات دي. قوه الشم عندك قويه. بشعه. لا قولي لي اللي بعده ايه؟ الثور مواليد 2009 و1997 و1985 و1973 و1961 و1949. ده ايه برج ايه؟ الثور. يليه النمر. وده 2010 و1998 و1986 و1974 و1962 و1950 و1938. يليه الأرنب 2011. ده أنا و1999 و1987 و1900. انت مواليد 87 انا عارف. لا 75. و1963 و1951. وبعدين يليه التنين. التنين 2012. التنين ولا التنين؟ التنين باللغه التنين. اول مره اسمعها التنين دي. تنين. اوكي ما تزعلش ولا تزعل. اصل لا في كرتون بتاع تنين بيتكلم باللغه العربيه، دودو بيتفرج عليه، هم بيقولوا التنين.
هي بتتعلم هدود وحفظتها. صدق انه اتعلم اللغه العربيه. اتعلم اللغه العربيه بسبب الحاجات دي والله، ودلوقتي بيرد ردود بالفاظ لغويه. انا وانا صغير كنت بتفرج على سندباد وياسمينة وعلي بابا. بيفرق قوي، بيفرق قوي. والنحله زينه. واللغه بتاعتهم بس حاجه كويسه والله. يا ريت يا ريت يبقى في زي ما بيبقى في كرتون بالانجليزي والفرنساوي، بيبقى في باللغه العربيه، بيقوي قوي اللغه العربيه. انا لاحظتها بصراحه اول مره اخلي بالي يعني. التنين. ايوه. وفي تنين اسود لذيذ قوي بحبه. دول 2012. دول مواليد 2012، وبعدين ننزل 12 سنه 2000 و1988 و1976 و1964 و1952 و1940. طبعا الستات اللي ما بيحبوش يقولوا سنهم يا اما يعني ينزلوا 12 سنه، اوكي، فيعرف فهي هيصغروا 12 سنه بس يبقوا عارفين برجهم ايه. مش هتكفيهم 12 سنه يصغروها. لا يا شيخ، لا. يعني ايش عرفك كترها كذبها كترها. مش قوي كده يعني. كل واحده وكترها بقى. ايوه. انت شارب ايه؟ في ايه النهارده؟ بس ماشي حلو، ربنا يسعد ايامك. واكل سموفي بيه. ده خالص. الحصان يليه بعد كده الحصان، ودول مواليد 2014 و2002 و1990 و1978 و1966 و1954. وبعدين الخروف او العنزه 2015 وقبليه 2003 1991 1979 1967 1955. وبعدين القرد، وسنة القرد الصينيين بيعتبروها من السنوات الرايجة المحظوظة الحلوة اللي السنة الجاية. وبيبقى فيها حركة وشغل وفلوس وخير، ويحبوا يتجوزوا فيها، والطفل اللي بيتولد فيها بيبقى يعني خير. اوكي. هو وسنة التنين برضو. القرد 2016 و2004. السعدان. ايه السعدان 1992 1980 1968 و1956. اوكي. وبعدين الديك 2017 و2005 1993 1981 69 57. الكلب وبرج الكلب ده السنة اللي يتميزوا بأكتر الأبراج صدقا وإخلاصا زي الكلب وكآبة زي الكلب برضه. اوكي بالظبط. 2018 و2006 و1994 و1982 و70 و58 و46. واخر حاجه الخنزير البري 2019 ان شاء الله يديكوا العمر، و2007 و1995 و1983 و71 و59 و47 و35. أول ساعة زي ما احنا بنقول في الأبراج الشمسية في برج صاعد، بيتحسب بناء على انعكاس أشعة الشمس في أنهي برج في لحظة الميلاد. برضو السنة كلها مش صفة واحدة، لا ده احنا بنحسب بقى السنة دي. هو مثلا اللي اتولد السنة دي هيبقى برجه البرج العنز، ماشي، عنصره ايه؟ الخشب. اوكي. اتولد الساعة كام؟ نبتدي نعد بقى من اول الساعه من 11 لواحدة، بنبتدي نعد الترتيب ده تاني. ده برج الفار. من 1 ل 3 ده برج الثور، فيبقى جوت فار، جوت برج ثور، عنزه نمر حسب الساعه. اوكي. الينج ولا اليانج، يعني الصبح ولا بالليل، سالب ولا ايجابي. كل التركيبه دي بتطلع شخصيه مش سهله، مش سهله خالص وطويله. بس اللي انا مستغربه جدا جدا انها مظبوطه جدا، مظبوطه جدا. وهم بيعملوا الحضاره الصينيه بيحددوا اشياء كتيره جدا على التفصيله دي الى حد الطاقه. يعني بيقسموا انت بما ان انت عنصرك خشب، الفار ده في الساعتين دول هيبقوا طبقا للترتيبه بتاعه الجدول هيطلع نوع عنصره ايه. فانت حجم الميه عندك ايه، وحجم الخشب هو خشب إيه؟ وميه ومعدن وايه؟ معدن وميه وخشب ونار وتراب. ده البرج يعني كل 60 سنه يتكرر. العناصر التقويم الميلادي عندهم يعني
نخلص حقبه من الزمن ب 60 سنه لما نخلص كل الحاجات دي. فطبعا لا شك انها فيها حاجات ظريفه، فيها حاجات ظريفه قوي. وبعدين هي ادق من الابراج الثانيه ولا ايه؟ لا، هي ساعات بتربط مع بعض كتير قوي. يعني مثلا في طلع كتب تقول لك السنه دي او الاصحاب برج الجوت يتساووا تقريبا في الصفات زي ابراج برج السرطان. اوكي، بالشبه كده، بالشبه. انا عملت كتاب وبكتب فيه بقالي سنين لانه طويل وبدقيق جدا. ازاي لو انت برج العذراء بلس عذراء انت ترابي، وبعدين خشبي جوت او مائي او حاجه بلس، ازاي وقت ميلادك الاسندنس ايه بتاعك برج الصاعد، وهنا امتى ايه، اربطهم مع بعض وشوف ايه اللي هيحصل. انت كتاب 2000 صفحه ده صعب لدرجه هو هيتعمل كل برج لوحده، ما ينفعش يتعمل كبير، هيبقى زي انسيكلوبيديا بقى عن تفصيله بقى يعني واخد وقت جامد قوي. وده بس حلو انه يبقى كل برج لوحده. اللي حابب بقى هثبتها بالبرج الشمسي. يعني عذراء يلف بقى ال 12 سنه عشان الناس عارفه اكتر. 12 برج الناس عارفه اكتر عشان الناس اوكي. فصعب. طب ايه تاني عندنا نقوله في الابراج الصينيه؟ الابراج الصينيه بشكل عام الجميل فيها توافقها مع بعض كمان. الكالتشر الصيني بتقول لك ان الثقافه الصينيه بتقول لك ان مثلا اكتر هم الرمز بتاعهم ايه؟ اما بتروح بكين الرمز بتاعه ايه؟ البتاع بتاعت المطرقه باين. لا التنين. اوكي. التنين والنار وكده. بس على العلم بتاعهم فيه بتاعت الشغل مش ايه؟ لا ما متلخبط. لا مش العلم بتاعهم احمر كده فيه بتاع ده العلم، ده الحاجات انت قصدك الرمز التنين. اشمعنى التنين بقى؟ عشان هو من اقوى الابراج الصينيه، بيتميز بالحكمه، بيتميز هتعمل ايه؟ انا عندي برد فلازم استعمل السكيرس. ما تقلقش، احنا قاعدين في بيتك يا عندك مشكله يعني؟ لا شغلوا لا ما وترتك صح؟ لا مش الدرجه. اولاد بتاعت دي. لا والله اصل انا حطيتها بعدين لقيتهم كتير فقلت اطبقهم. خليكي ماسكه واحد واحد بركب واحد البق. كوميدي صحيح، وحشتني. انت سايباني طول رمضان والعيد قاعد كده كتير. بس كنا بنقول ايه؟ فبقول لك هنقول مثلا يعني سي دلوقتي حد برج احنا دلوقتي لسه في برج الاسد صح؟ لسه شويه. حد برج الاسد بس برج العنزه الصيني. اوكي، هيأثر عليهم ازاي؟ على بتوع الاسد ازاي؟ الاسد ناريين وعناف ودايما بيحبوا يبقوا من القاده. العنزه لا، العنزه تفتح صاحبها يفضل انه ما يبقاش الليدر، يشتغل في جماعه، يفضل ما ياخدش قرارات مصيريه لكن ينفذ قرارات محترمه. هيتفقوا في ايه؟ البرج الاسد بيحب الفخامه والجمال والشياكه ويبقى قاعد كده في رفاهيه. هيتفقوا في دي كويس قوي، فقد تكون الصفه دي عنده حاله من المبالغه فيها. بيصرف جامد، الجوت بيصرف جامد، فبرضه الاسد هيبقى الكريم منه، يعني اللي هو مش متاثر باي اسندنس او باي برج صاعد مخليه بخيل، لكنه هيبقى ده مبالغ فيه. برج العنزه عنده اصحاب كتير قوي والناس بتحبه جدا، وربنا مخلقه بكاريزما كده يلم حوالين الناس كلهم بكل عناصره. يعني الوحيد اللي قليل شويه واللي بيحدد شويه اللي هو بيبقى عنصره معدن. لكن برج الاسد حبوب، بيبقى عنده ناس صحاب كتير وهو دايما بيبقى سنتر القعده ومركزها، وبيحب الضحك وبيحب التهريج وبيحب الفرحه، يعني مبهج. كذلك برج الحوت. فهتلاقي لما يبقى مولود كده هتلاقي فيه مبالغات في الصفات دي وفي مبالغات في العيوب. عايز اسالك حاجه هنا، زي ما بنقول مثلا دلوقتي في الابراج الصينيه مثلا برج العنزه المعدني يبقى حد طبعه حاد اجريسيف، ده هل ممكن لما يعني مش معدن بشرط بمعناه انه يبقى حاد، مش بمنطق السكينه يعني. لا مش قصدي كده، قصدي يعني بيبقى مع الناس رخم. لا
بيبقى محدد شويه يعني مقفل كده. يعني عندك مساحه بتاعته كده. يعني لا، في ناس بتبقى اجريسيف شويه وبايخه شويه، وده انا بحسهم يعني في ابراج كده، مش هقول عشان ما ازعلش حد، طباعهم غلسه. هل دول ممكن لما يعرفوا ده جواهم يعرفوا يغيروا نفسهم، ولا ده ما دام اتولد كده وده برجه فصعب يتغير؟ لا طبعا. فاهم قصدي؟ هيعرف يقومه، مش هيمحيه. مش هيمحيه بس هيقومه. هيبقى هتفلت منه كده شويه بس يقدر يبقى فلكسبل شويه مع الحياه، مع الناس، مع حتى نفسه. ما كانوش قالوا علم النفس اشتغل على نفسك، ورك اون يور سيلف. انت لو بتراقب صفاتك وعيوبك بتعرف تعمل لها كنترول هتفلت، لا شك انها هتفلت لحد ما يحصل نضوج بقى للشخصيه وفهم للحياه. بس خليني اقول لك حاجه كمان، في فرق من الواحد يبقى عنده، يعني اتفقت كل العلوم النفسيه والاجتماعيه والانسانيه ان الانسان اللي عنده الطله اللي هي عدائيه دي بيبقى بيدافع عن ضعف داخلي جوه، اما عدم ثقه بالنفس، اما خوف من شيء ما، اما توتر من شيء، في خلل نفسي مش بخليه، مفيش كده رضا كده واستقرار نفسي وذاتي، او اللي بينقد كتير بشكل اجريسيف، او اللي بيجرح الناس عنده نقص، بيبقى عنده بشكل او باخر نقص نفسي، نقص شخصيته، نقص علمي، فيعمل الدوشه دي علشان يحمي حاله. لكن في ناس طبيعتها ما بتتعودش على الناس، دي خلقه طبيعه. اللي عنده في وقت ميلاده في الابراج الشمسيه، وقت ميلاده كوكب العطارد بيتراجع، او كان مكانه وزاويته وحشه مع زحل، ده بيأثر على أدائه، حتى على ساعات اللي بيرجع، اللي اتولد وقت ما يبقى عطارد بيتراجع وزحل مكانه مش حلو يطلع يتهته في الكلام. دي uncontrollable، نصلحها ازاي؟ دي خلقة ربنا. ففي حاجات في صفات صعبة قوي تتغير، ممكن تتعدل، ممكن بقى وهو صغير مامته تلاحظ توديه بقى عند دكتور تخاطب يبتدي يظبط حاله، العلم بيظبط الحاجات دي، لكن هو بيتهته بيتلعثم في الكلام او في طاقه معينه وقت الميلاد. فاقصد الغرض من الوصف ده كله ان احنا نرحم بعض. بمعنى ايه؟ انت بتستغلس واحد ممكن يبقى غلس، لو انت قابلته من جواك انه غلبان عنده خلل، يا اخبار لطيف معاك، هتبقى انت مش ما خدتش بالك البته. حلو البته دي بدل كومبليتلي يعني ما خدتش بالك خالص بان هو عامل كده، لان انت ستيبل، واثق من نفسك وفاهم. قد يكون عنده مشكله، قد يكون عنده عدم ثقه بالنفس، اي حاجه، قد يكون حاقد، صح؟ متغاظ منك، صحيح. طب دي تعرفها منين؟ يعني انت لو اما هتبقى عارف دي، سواء عنده خجل او عدم ثقه في النفس او حاقد، هتعرفها منين؟ بالنيات بقى، صح. اوكي. فانت بالعكس، انت لو عملته حلو يمكن يبتدي تنزل عليه ما يسع، او ممكن يحقد اكتر، ما نعرفش. بس على الاقل كل واحد مسؤول عن نفسه قدام ربنا، قدام ضميره. لو حصل في مساحه من الدفى والمعامله المحترمه اللي فيها شيء من الحب والاحتواء، الدنيا هتبقى احلى، صح؟ اكيد هتبقى اظرف جدا. يا رب الدنيا تبقى احلى ان شاء الله، يا رب. على يقين. النهايه لا يصح الا الصحيح. انا بشكرك، ميرسي يا شريف، الوقت بيجري معاك بسرعه. اشوفك الاسبوع اللي بعد اللي جاي على طول، ان شاء الله، على طول. انت منورانا، بنورك حبيبي. ميرسي يا هاله. لازم المره الجايه عشان نقول هابي بيرثدي تو يو. لا لسه شويه، انا في 17 سبتمبر. اوكي، 16 اغسطس. لا انا في 17 سبتمبر. لا ما انت اختار اي يوم بقى بحكم ان انت طول لا انا هجيبكم كلكم، هعمل عيد ميلاد على الهوا يوم 17. تيجوا هنا كل واحده تجيب الهديه بتاعتها. حاضر، عينينا، ما تقلش عن رقم كده، فاهمه؟ قول لي حد دعاء لسه تقول لكم خلاص اتفق. بشكرك، ميرسي يا هاله، اشكرك، شكرا لهاله. عمر خبيره الابراج والناشره على وجودها معانا النهارده، واتكلمنا عن الابراج الثانيه النهارده. ما تابعناش النهارده من البدايه، عندنا اعاده 3 فجرا بتوقيت القاهره ان شاء الله. بكره عندنا في المطبخ شانتال، وبعد كده عندنا فقره جديده لذيذه جدا هتعجبك قوي. يلا بينا نرقص. سمعت وانتوا بتحضروا، يلا بينا نرقص قوي. ايوه مع امجد امجد فنان. كتير قوي مننا ما بيروحوا الافراح وبيروحوا بعض الايفنتس والمناسبات، بيبقوا العروسه والعريس او في الخطوبه نفسهم يحضروا مع بعض رقصه يعملوها مع بعض، فهنعلمهم على الهوا الحاجات دي. وان شاء الله ايه بقى
انواع بكره ايه؟ رقص ايه؟ لا كل بقى السالسا ومارينجي وروك اند رول وتانجو وفالس الله. ومودرن دانسينج، بس كل عارف. حاجه حلو قوي. كل الحاجات، عشان يعني الرقص ده بيطلع الطاقات السلبيه اللي في الجسم وهو نوع من الرياضه في نفس الوقت. صحيح، بيفرح بيشفي القلب. بكره هيكون معانا امجد امام ان شاء الله، هيشرفنا وينورنا فقره جديده في ساعه مع شريف. هيكون معاه مجموعه من الناس هقول عليهم التلاميذ اللي معاه في مدرسته، هيشرفونا وينورونا وانا هنضم اليهم ده اكيد. بعد كده هنختم زي كل يوم حد وفقره يورياج سمر كلينيك برعايه يورياج، وبكره هتشرفنا وتنورنا استاذه دكتوره مروه عبد الله، استاذ الامراض الجلديه والتجميل والليزر بجامعه عين شمس. دي فقراتنا بكره، يا رب النهارده لبكره مصر بلدنا تبقى في احسن حال، نشوف مصر الدنيا وقد الدنيا. شكرا لكم، السلام عليكم. ونرجع بقى 12 سنة فتبقى 2003 1991 1979 1967 1955 1943 1931. اوكي كل دول عنزه؟ وبتختلف بالعناصر. احنا عنزة خشب، والعنصر بتاعها اللي احنا فيه ده من اكتر العناصر المناسبة أسوأ واحد عنصر المعدن مع الخروف، لانه بيخليه شويه حاد وعنيف واجريسيف. المائي بيخليه طيب وحنان وكل حاجه بس استغلالي وهكذا. فالسنه دي احنا خشب، والخشب ده يعني يتصف بقله الكلام، مش رثراء، مش ترثار. رثراء. وبعدين يا سيدي السنه دي عامله زي فيها نوع العالم بيتجه لتدعيم للتجاره، للاهتمام بالبيئه، للاكل الاورجانيك. وانت لو تلاقي كده المجتمعات دلوقتي ابتدى كل واحد يدور على صحته، على التفكير في البحث عن سبل اخرى للطاقه. العالم كله مش ما هو تاثير السنه على الكل. صحيح. لازم التفكير في الاكل والميه والسلام والهايجينز دي حاجات حلوه كلها ظريفه قوي. يليها السنه اللي وراها بقى سنه العمل. يا رب كرمنا يا رب. كل الناس لازم تشتغل، كله بيحاول يدور على فرصه، كله بيحاول يحسن من نفسه. السنه دي كله بيحاول يقرب من اهله، بيحاول يخلق دايره السلام حتى على الدايره المغلقه حوالين نفسه، لان هو في حاله توتر، في حاله تنظيمات. وده شكله كده يعني مش وحش وشكله شايفينه اوريدي يعني. فان شاء الله ربنا يظبطها يعني. قولي لي بقى، احنا عايزين نقول الابراج الصينيه هم ايه؟ الابراج الصينيه عندك ممكن؟ طبعا. اول احنا قلنا ان القصه بتاعتهم ان بوذا بعت يقابل يعني يودع. في ربط بين التعاليم البوذيه الابراج دي. ما هو بوذا ده احد الانبياء اللي لهم، مش الرسل، الانبياء اللي هو نزل ينظم او حدد يعني. هم بقى عملوا له تمثال، هم بقى عملوا حركات كده ملناش دعوه، بس في النهايه هو قال الوصايا ال10 بتاعت الحياه المحترمه للانسانيه. اوكي. انا قريتهم على فكره. مختلفين عن اي ديانات السماويه خالص. ما هو في كثير من الانبياء ربنا بعتهم غير الرسل اللي جايين برساله. خلينا بقى نقول عشان ما يقعدوش يقولوا لنا بنتكلم في الدين ومش عارف ايه. انت عارفه في ناس عندنا في الكتب، ما عندنا في ناس في هنا بقى حاجات. لا بقى اتس تايم ان احنا نتكلم الحاجات العلميه. ما حدش يفتي وما حدش عايز يرد يروح لا ما حدش بيقرا، ما انت فاهمه. يا رب يقروا. لا مش هيقروا. انت عايزه اشوف الكتب. ما وعدكيش. بقى لنا 5 سنين وفي لك شغلانه ثانيه. بصي احنا امه لا تقرا. لا لازم، واحنا هنيأس يا شريف مش هنيأس. لا لازم يتعلموا، عندنا امل. هم خايفين يتعلموا، في ناس خايفه تتعلم يا هاله. ليه؟ هم في ناس خايفه مخها تكتشف انها مش فاهمه حاجه. هم في ناس خايفه مخها يتفتح كده ويبقوا فاهمين. لا دول مرضى دول محتاجين علاج نفسي الاول وبعدين نعالج. هم مش حاسين ان هم عندهم علاج، ان هم عندهم مرض نفسي. هيعرف ان شاء الله. طب قولي بقى الصفحه دي. مش كل الناس بتعترف. لا طبعا. يعني الصفحه دي فيها ايه بقى اللي بالكاروزي؟ دي ولا حاجه. انا كنت كاتبه بوينتس. طب انا عايز اعرف الابراج ايه بتاعتهم، يعني عنده ايه؟ اول برج انا كده في المقدمه دايما والله العظيم. وده مواليد 2008 و1996 و1984 و1972 و1960 و1948. سنه 72 مش هنقل اكتر بقى. يليه الثور. هل في علاقه ان انا اي مكان فيه فار بشم ريحته؟ لا، الفار له
الروث بتاعه له ريحه. شمام انا في الحاجات دي. قوه الشم عندك قويه بشعة. لا قولي لي اللي بعده ايه؟ الثور مواليد 2009 و1997 و1985 و1973 و1961 و1949. ده ايه برج ايه؟ الثور. ثور. يليه النمر وده 2010 و1998 و1986 و1974 و1962 و1950 و1938. يليه الأرنب 2011 ده أنا و1999 و1987 و1900. انت مواليد 87 انا عارف. لا 75. و1963 و1951. وبعدين يليه التنين. التنين 2012. التنين ولا التنين؟ التنين باللغه التنين. اول مره اسمعها التنين دي. تنين اوكي ما تزعلش ولا تزعل. اصل لا في كرتون بتاع تنين بيتكلم باللغه العربيه، دودو بيتفرج عليه، هم بيقولوا التنين. بتتعلم من دودو حفظتها. صدق انه بتتعلم اللغه العربيه. بتتعلم اللغه بسبب الحاجات دي والله. ودلوقتي بيرد ردود بالفاظ لغويه. انا وانا صغير كنت بتفرج على سندباد وياسمينة وعلي بابا. بيفرق قوي والنحله زينه. واللغه بتاعتهم بس حاجه كويسه والله. يا ريت يبقى في زي ما بيبقى في كرتون بالانجليزي والفرنساوي بيبقى في باللغه العربيه، بيقوي قوي اللغه العربيه. انا لاحظتها بصراحه اول مره اخلي بالي يعني. التنين. ايوه. في تنين اسود لذيذ قوي بحبه. دول 2012. دول مواليد 2012 وبعدين ننزل 12 سنه 2000 و1988 و1976 و1964 و1952 و1940. طبعا الستات اللي ما بيحبوش يقولوا سنهم يا اما يعني ينزلوا 12 سنه اوكي فيعرف فهي هيصغروا 12 سنه بس يبقوا عارفين برجهم ايه. مش هتكفيهم 12 سنه يصغروها. لا يا شيخ لا يعني ايش عرفك كترها كذبها كترها. مش قوي كده يعني. كل واحده وكترها بقى. ايوه. انت شارب ايه؟ في ايه النهارده؟ بس ماشي حلو. ربنا يسعد ايامك. واكل سموفي بيه. ده خالص. الحصان. يليه بعد كده الحصان ودول مواليد 2014 و2002 و1990 و1978 و1966 و1954. وبعدين الخروف او العنزه 2015 وقبليه 2003 1991 1979 1967 1955. وبعدين القرد وسنه القرد الصينيين بيعتبروها من السنوات الرايجه المحظوظه الحلوه اللي السنه الجايه. وبيبقى فيها حركه وشغل وفلوس وخير ويحبوا يتجوزوا فيها والطفل اللي بيتولد فيها بيبقى يعني خير. اوكي هو وسنه التنين برضه القرد 2016 و2004. السعدان. ايه السعدان 1992 1980 1968 و1956. اوكي. وبعدين الديك 2017 و2005 1993 1981 69 57. الكلب وبرج الكلب ده السنه يتميزوا باكثر الابراج صدقا واخلاصا زي الكلب وكآبه زي الكلب برضه. اوكي بالظبط. 2018 و2006 و1994 و1982 و70 و58 و46. رجعنا لكم مرة تانية فقرة الأبراج، والنهارده هنتكلم فيها عن الأبراج الصينية. وخلونا مرة تانية نرحب بالناشرة والكاتبة وخبيرة الأبراج هالة عمر. مساء الخير. مساء النور عليكي. مساء النور حلوة التعابين اللي أنت لابساها دي. شوية. احنا برج التعبان ولا إيه؟ لا الحنش. لا احنا في برج العنزة. فاكرة زمان الستات كل ما التعابين كانت تبقى اكتر في ايديها كانت حلوه قوي. كانت حلوه. كانت موضه لطيفه. كانت موضه وشكلها حلو. مش اي ذهب.
العيار 24 عشان يبقى فلكسبل. وتلاقي العينين بتاعتهم فصوص الخضراء دي والحمراء وحاجات كده. ايه الاخبار؟ وحشانه والله. وانت كمان يا شيخ. كله حلو. اخبارك ايه؟ بقول لك ايه؟ هو 14 اغسطس الجمعه الجايه؟ مش ده 11 ولا 14 اللي قلت اليوم اللي هيحصل فيه معرفش ايه شقلباظ؟ يوم 11 اغسطس. 11. هو النهارده كام؟ النهارده كام؟ ده النهارده لا بعد بكره. النهارده 8. كوكب جوبيتر هيسيب برج الاسد ويخش برج العذراء. ايوه عندنا بقى. وتعيش يعني بقى ده المفروض يعني برج العذراء هيتحكم؟ لا هيبقى هابي، هيبقى حاسس بقى، يعني هيبقى عنده مبالغه في كل حاجه. عشان واحنا اساسا مبالغين في كل حاجه. لا لا تضحك عليا. لا هنبقى كده هتبقوا احنا عايزين نتحكم حالتكم النفسيه كويسه، هتبقوا عندكم امل في الحياه، هتبقوا كرامه جدا، هتبقوا كل حاجه فيها اكسبانشن. يعني برج العذراء يا جماعه من الاسبوع الجاي بعدين سنه ويروح البيت المال. فمن السنه من بعد ما يمضي سنه في برج العذراء في بيتك هيروح البيت اللي وراك. عندي في العذراء برج المال. نتغني بقى. وبعدين سنه يروح بيت العمل اليومي. وبعدين سنه يروح بيت الاسره. تكون اتجوزت بقى. لا ما البرج مهما راح مفيش. لا خلينا في بيت المال ده. حلو. كويس. وبيت ايه قلتي البيت؟ البيت الاول ده بيت النفس. بتبقى انت هابي فروم انسايد كده من جواك. فيلينج هابي. وتاني سنه بيت المال. وثالث سنه بيت العمل اليومي. ورابع سنه بيت الاسره. وخامس سنه بيت العلاقات. فانت ابتدت دوره كوكب جوبيتر يعني تاخد كل البيوت عندك في العذراء. ده حاجه لطيفه. صراحه مش هنتكلم كتير عشان هو كان في الاسد بالنسبه لك البيت ال 12. اوكي عشان احنا الحلقه الجايه هتبقى كلها برج العذراء. برج المذيع بقى بتاع البرنامج فلا مؤاخذه ايه ومخرج البرنامج وبرج بنوتي. خلاص ده سبيشال يعني ريكويست. هتبقى الحلقه بحالها. طيب الابراج الصينيه احنا في برج العنزه. احنا السنه دي في برج العنزه والسنه الجايه ان شاء الله هندخل في برج القرد. والله ده احنا هنتنطط تنطيط. بالعكس بقى ده بيقول لك انا يعني حاجه الجميله اللي ترتبط بافتتاح قناه السويس. شفت الافتتاح طبعا. كان حاجه لطيفه قوي. بيقول لك ان برج الجوت او العنزه او الحمل او الخروف، دي كلها اسماء في كتب كثيره. شخصيه السنه بتجنح الى التفاوض، الى الدبلوماسيه، الى البناء، الى تظبيط الحكايه، الى ترتيب الحركات. العنزه بتتفاوض يعني؟ لانها شخص اللي مولود في السنوات بتاعه برج العنزه ده بيميل جدا الى الحياه بسلام. مش معنى كده انه ضعيف، بس بيتحاشى الغلاسه يعني لحد ما يتحط قدام امر الواقع فيضطر يحارب وينطح بقى وحاجات كده. لكن الحقيقه ان هو حتى دايما يقول لك كل المولودين في سنوات الجود دي عندهم نزعه فنيه قويه جدا. ممكن ما يبقوش منظمين لكنهم بيحبوا عطائين، بيحبوا الاطفال. طب عشان الناس بس تبقى فاهمه سنينها ايه؟ سنين العنزه او الخروف او يعني هنبتدي من اول 2015. اوكي ونرجع 12 لا ما وترتك صح؟ لا مش الدرجه. اولاد بتاع لا والله اصل انا حطيتها بعدين لقيتهم كتير فقلت اطبقهم. خليكي ماسكه واحد اللي بركب واحد البق. كوميدي صحيح وحشتني. انت سايباني طول رمضان والعيد قاعد كده كتير. بس كنا بنقول ايه؟ فبقول لك هنقول مثلا يعني سي دلوقتي حد برج احنا دلوقتي لسه في برج الاسد صح؟ لسه شويه. حد برج الاسد بس برج العنزه الصيني. اوكي هيأثر عليهم ازاي؟ على بتوع الاسد ازاي؟ الاسد ناريين وعناف ودايما بيحبوا يبقوا من القاده. العنزه لا، العنزه تفتح صاحبها يفضل انه ما يبقاش الليدر، يشتغل في جماعه، يفضل ما ياخدش قرارات مصيريه لكن ينفذ قرارات محترمه. هيتفقوا في ايه؟
البرج الاسد بيحب الفخامه والجمال والشياكه ويبقى قاعد كده في رفاهيه. هيتفقوا في دي كويس قوي، فقد تكون الصفه دي عنده حاله من المبالغه فيها. بيصرف جامد، الجوت بيصرف جامد، فبرضه الاسد هيبقى الكريم منه، يعني اللي هو مش متاثر باي اسندس او باي برج صاعد مخليه بخيل، لكنه هيبقى ده مبالغ فيه. برج العنزه عنده اصحاب كتير قوي والناس بتحبه جدا، وربنا مخلقه بكاريزما كده يلم حوالين الناس كلهم بكل عناصره. يعني الوحيد اللي قليل شويه واللي بيحدد شويه اللي هو بيبقى عنصره معدن. لكن برج الاسد حبوب، بيبقى عنده ناس صحاب كتير، وهو دايما بيبقى سنتر القعده ومركزها، وبيحب الضحك وبيحب التهريج وبيحب الفرحه، يعني مبهج. كذلك برج الحوت. فهتلاقي لما يبقى مولود كده هتلاقي فيه مبالغات في الصفات دي وفي مبالغات في العيوب. عايز اسالك حاجه هنا، زي ما بنقول مثلا دلوقتي في الابراج الصينيه، مثلا برج العنزه المعدني يبقى حد طبعه حاد اجريسيف، ده هل ممكن لما يعني مش معدن بشرط بمعناه انه يبقى حاد، مش بمنطق السكينه يعني. لا مش قصدي كده، قصدي يعني بيبقى مع الناس رخم، لا بيبقى محدد شويه، يعني مقفل كده، يعني عندك مساحه بتاعته كده يعني لا، في ناس بتبقى اجريسيف شويه وبايخه شويه، وده انا بحسهم يعني في ابراج كده، مش هقول عشان ما ازعلش حد، طباعهم غلسه. هل دول ممكن لما يعرفوا ده جواهم يعرفوا يغيروا نفسهم، ولا ده ما دام اتولد كده وده برجه فصعب يتغير؟ لا طبعا. فاهم قصدي؟ هيعرف يقومه، مش هيمحيه بس هيقومه. هيبقى هتفلت منه كده شويه، بس يقدر يبقى فلكسبل شويه مع الحياه، مع الناس، مع حتى نفسه. ما كانوش قالوا علم النفس اشتغل على نفسك، ورك اون يور سيلف. انت لو بتراقب صفاتك وعيوبك بتعرف تعمل لها كنترول هتفلت، لا شك انها هتفلت لحد ما يحصل نضوج بقى للشخصيه وفهم للحياه. بس خليني اقول لك حاجه كمان، في فرق من الواحد يبقى عنده يعني اتفقت كل العلوم النفسيه والاجتماعيه والانسانيه ان الانسان اللي عنده الطله اللي هي عدائيه دي بيبقى بيدافع عن ضعف داخلي جوه، اما عدم ثقه بالنفس، اما خوف من شيء ما، اما توتر من شيء، في خلل نفسي مش بخليه، مفيش كده رضا كده واستقرار نفسي وذاتي، او اللي بينقد كتير بشكل اجريسيف، او اللي بيجرح الناس عنده نقص، بيبقى عنده بشكل او باخر نقص نفسي، نقص شخصيته، نقص علمي، فيعمل دوشه دي علشان يحمي حاله. لكن في ناس طبيعتها طبيعتها ما بتتعودش على الناس، دي خلق. واخر حاجه الخنزير البري 2019 ان شاء الله يديكوا العمر، و2007 و1995 و1983 و71 و59 و47 و35. أول ساعة زي ما احنا بنقول في الأبراج الشمسية في برج صاعد بيتحسب بناء على انعكاس أشعة الشمس في أي برج في لحظة الميلاد. برضو السنة كلها مش صفة واحدة، لا ده احنا بنحسب بقى السنة دي. هو مثلا اللي اتولد السنة دي هيبقى برج العنزة، ماشي، عنصره ايه؟ الخشب، اوكي. اتولد الساعة كام؟ نبتدي نعد بقى من اول الساعة من 11 لواحدة، نبتدي نعد الترتيب ده تاني. ده برج الفار، من 1 ل 3 ده برج الثور، فيبقى جوت فار، جوت برج ثور، عنزة نمر حسب الساعة. اوكي، الينج ولا اليانج، يعني الصبح ولا بالليل، سالب ولا ايجابي، كل التركيبه دي بتطلع شخصيه مش سهله خالص وطويله. بس اللي انا مستغربه جدا انها مظبوطه جدا. وهم بيعملوا الحضاره الصينيه بيحددوا اشياء كتيره جدا على التفصيله دي الى حد الطاقه. يعني بيقسموا انت بما ان انت عنصرك خشب، الفار ده في الساعتين دول هيبقوا طبقا للترتيبه بتاعه الجدول هيطلع نوع عنصره ايه. فانت حجم الميه عندك ايه، وحجم الخشب هو خشب إيه؟ وميه ومعدن وايه؟ معدن وميه وخشب ونار وتراب. ده البرج يعني كل 60 سنه يتكرر. العناصر التقويم الميلادي عندهم يعني
نخلص حقبه من الزمن ب60 سنه لما نخلص كل الحاجات دي. فطبعا لا شك انها فيها حاجات ظريفه، في حاجات ظريفه قوي. وبعدين هي ادق من الابراج الثانيه ولا ايه؟ لا، هي ساعات بتربط مع بعض كتير قوي. يعني مثلا في طلع كتب تقول لك السنه دي او اصحاب برج الجوت يتساووا تقريبا في الصفات زي ابراج برج السرطان. اوكي، بالشبه كده، بالشبه. انا عملت كتاب وبكتب فيه بقالي سنين لانه طويل وبدقيق جدا. ازاي لو انت برج العذراء بلس عذراء، انت ترابي، وبعدين خشبي جوت او مائي او حاجه بلس، ازاي وقت ميلادك الاسندنس ايه بتاعك برج الصاعد، وهنا امتى ايه، اربطهم مع بعض وشوف ايه اللي هيحصل. انت كتاب 2000 صفحه ده صعب لدرجه هو هيتعمل كل برج لوحده، ما ينفعش يتعمل كبير، هيبقى زي انسيكلوبيديا بقى عن تفصيله بقى يعني واخد وقت جامد قوي. وده بس حلو انه يبقى كل برج لوحده. اللي حابب بقى هثبتها بالبرج الشمسي. يعني عذراء يلف بقى ال 12 سنه عشان الناس عارفه اكتر. 12 برج الناس عارفه اكتر عشان الناس اوكي. فصعب. طب ايه تاني عندنا نقوله في الابراج الصينيه؟ الابراج الصينيه بشكل عام الجميل فيها توافقها مع بعض كمان. الكالتشر الصيني بتقول لك ان الثقافه الصينيه بتقول لك ان مثلا اكتر هم الرمز بتاعهم ايه؟ اما بتروح بكين الرمز بتاعه ايه؟ بتاعت المطرقه لا، التنين. التنين اوكي. التنين والنار وكده. بس على العلم بتاعهم في بتاعت الشغل لا لا مش العلم بتاعهم احمر كده في بتاع ده العلم ده الحاجات انت قصدك الرمز التنين. الرمز اشمعنى التنين بقى؟ عشان هو من اقوى الابراج الصينيه، بيتميز بالحكمه، بيتميز هتعملي ايه؟ انا عندي برد فلازم استعمل السكيرس. ما تقلقش، احنا قاعدين في بيتك يا عندك مشكله يعني؟ لا